السلام عليكم. الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا لتستمر سوء النتائج، فالأهلي خسر 6 بونت آخر 4 ماتشات وأحمد سامي يخطف ويجري. أهلا بيكم، معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشير في كل مكان، واهم حاجه ان انت تفعل الجرس، وما تنساش تتابع حساباتي على السوشيال ميديا، هسيب لك اللينكات تحت في الوصف. وان شاء الله كل اسبوع هيبقى في حلقه عن الدوري الانجليزي، وان شاء الله لو في وقت هيبقى في حلقه عن ماتش الاهلي والزمالك في الدوري. بس كده، يلا بينا نبدا. النادي الاهلي دخل الماتش بعد تعادل مع سموحه وفوز على فاركو في اخر الدقايق، ومن قبليهم تعادل مع فيوتشر. ففي ظل ان النادي الاهلي بيعاني من ضغط المباريات والاصابات، مارسيل كولر دخل المباراه بال4-2-3-1 الطبيعيه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، وخط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، واثنين ارتكاز في النص حمدي فتحي واليو ديانج، وصانع العاب محمد مجدي قفشه، وناحيه الشمال برونو سافيو، وناحيه اليمين حسين الشحات، وراس حربة شادي حسين. فلو احنا رحنا لفكر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي قبل الماتش، فهو كان بيعتمد على الجبهه الشمال لنادي سيراميكا كليوباترا، الجبهه اللي فيها محمد شكري واللي هو لعيب لسه صغير في السن وما عندوش خبرات، واللي فيها محمد ابراهيم كمان واللي مش هيرجع يساند محمد شكري في كل هجمه. فكان محمد مجدي قفشه بيميل ناحيه اليمين، الناحيه اللي موجود فيها حسين الشحات ومحمد هاني، واللي هم كانوا عملوا شغل عالي في الجبهه دي. فمارسيل كولر كان بيعتمد على الجبهه اليمين في صناعه اللعب، اما الجبهه الشمال فهي كان جبهه الحسم، واللي كان فيها برونو سافيو، واللي هو كان المفروض يضم كراس حربه تاني ويعمل زياده عدديه جوه ال 18، مع تقدم علي معلول وبقاء حمدي فتحي واليو ديانج لتامين الدفاع مع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. وتاني حاجه في فكر مارسيل كولر ان لعيبته ما تعملش ميس باص كتير في نص الملعب زي ما كانوا بيعملوا في الماتشات اللي فاتت، لان احمد سامي بيعرف يعمل تحول هجومي سريع، خصوصا ان هو عنده محمد متولي كناريا ومحمد توني واللي بيعرفوا يخرجوا بالكوره، ومحمد ابراهيم اللي بيعرف يعمل تمريرات بينيه مفتاحيه، وطبعا دبابه جون ايبوكا المهاجم الهجام. اما بقى تالت حاجه في فكر مارسيل كولر ان هو ما يديش ركنيات لفريق سيراميكا كليوباترا، واللي هو بيعرف يجيب منها جوان زي ماتش سيراميكا والزمالك لو انت فاكره. فسيراميكا كان جابت جون من ركنيه وما اتحسبش، واللي كان جابه برضه احمد رمضان بيكهام. فكل الكلام دوت كان في دماغ مارسيل كولر، انما بقى التنفيذ كان من اللعيبه. فالحقيقه اللعيبه نفذت فكر مارسيل كولر، بس كان في بعض الهفوات. يعني عندك مثلا طوال ال 90 دقيقه ركنيه واحده لفريق سيراميكا كليوباترا، بس للاسف جابها جون، سواء سرحان محمد هاني واللي المان بتاعه اللي هو احمد رمضان بيكهام سرقه، او محمد الشناوي اللي الكوره كانت في منطقته ما قدرش يتعامل معاها، وقرر ان هو يعمل فوتو سيشن للكوره وهي بتدخل. اما تاني حاجه ان هو ما يخسرش الكوره في اماكن متاخره من الملعب، واللي دوت ما حصلش كتير مقياسا بالمباريات اللي فاتت. فكان في كرة واحدة بس سيراميكا عملها ولعبها بينيه لجون ايبوكا، راح بيها انفراد بس شاطها بره الجون. اما بقى لو احنا رجعنا للتشكيل ففيها اكتر من نقطة ممكن اتكلم عليها، اما مبرر مارسيل كولر الوحيد عليها ان هو بيعمل روتيشن وان في اصابات. فاول حاجة انا شايف ان انت ما ينفعش تلعب باتنين ديفندر رقم 6 ضد 3/4 انديه الدوري المصري. فلما انت بتلعب باتنين ديفندر بتخسر لاعب اضافي في الجانب الهجومي. اما اللعب ببرونو سافيو ناحية اليمين فهي فكرة فاشلة، وما اتمناش اللي انا اشوفها تاني في قلب الملعب. ففي لاعب لما بيلعب جناح بيبقى هو والخط على المدافع زي كهربا، وفي لاعب تاني زي برونو سافيو بيبقى المدافع والخط عليه. فاختارت برونو سافيو ان هو يلعب على طول كصانع العاب من العمق، ولو راح ناحيه الجناح جاي من العمق. اما بقى اخر نقطه في التشكيل فهي راس الحربه. يا جماعه اللي يعرف اسم راس الحربه الاساسي في النادي الاهلي يكتب اسمه تحت في الكومنتات. فالحاجه الوحيده اللي مارسيل كولر مظلوم فيها هي نقطه راس الحربه. يا جماعه الراجل جرب كل الاسماء اللي عنده، يعني مثلا جرب محمد شريف وشادي حسين وحسام حسن، وكمان جرب برونو سافيو في المركز ده، وكلهم ما نجحوش. فاهم مركز الاهلي المفروض يدعمه في الانتقالات الشتويه اللي احنا داخلين عليها ديت هو مركز المهاجم الصريح، لان الحقيقه انا ما عنديش خلق اللي انا كل ماتش استنى المهاجم بتاعي يضيع انفرادين 3 علشان نقيمه بقى من بعد كده. والحقيقه اللي انا بحبه في الكابتن احمد سامي ان هو على طول ذهنه في قلب الماتش، وان هو بيقرا طريقه لعب الخصم اللي قدام ده مع التحضير طبعا للمباراه. فاحمد سامي لقى النادي الاهلي بيعتمد على الجبهه اليمين، فقرر ان هو يخرج صانع الالعاب بتاعه وينزل لاعب مدافع يساند محمد شكري دفاعيا. والحقيقه التبديل دوت ما ساعدش كتير في قفل الجبهه دي. فالحقيقه الجبهه اليمين للنادي الاهلي كانت بتصنع
بس للاسف مهاجمين النادي الاهلي ما كانوش بيخلصوا. ونروح بقى لنقطه التحكيم والحكم ابراهيم نور الدين اللي من اول الماتش هو عمال يحسب فاولات للنادي الاهلي وما طلعش ولا انذار على لعيبه سيراميكا كليوباترا. وفي اول فاول على النادي الاهلي واللي كان على محمد هاني يقرر ان هو يديله كارت اصفر، واللي هو الكارت الاصفر الوحيد للنادي الاهلي في المباراه، علشان الفاول اللي تسبب فيه محمد هاني دوت يجي منه ركنيه، والركنيه يجي منها جون. والسؤال هنا مين اللاعب اللي كان ماسك احمد رمضان بيكهام وهو بيجيب الجون؟ الاجابه هو محمد هاني. والحقيقه في نقطه سلبيه كمان في النادي الاهلي، هي نقطه الركنيات. فلك ان تتخيل يا رجل ان النادي الاهلي اتحسب له 15 ركنيه طوال ال 90 دقيقه، ما استغلش منهم الا ركنيه واحده واللي كانت في اخر المباراه، واللي كانت عن طريق ياسر ابراهيم واللي اتعامل معاها محمد بسام بكل سهوله. اما بقى انتشار لاعبي النادي الاهلي في الشوط الثاني وتحركاته كانت افضل من الشوط الاول بكتير. واستنينا 20 دقيقه كاملين في الشوط الثاني لحد لما النادي الاهلي اخيرا لعب بال4-3-3. فمارسيل كولر قرر خروج شادي حسين وحمدي فتحي ونزل بدل منهم محمد شريف وكريم فؤاد. والمفاجأة تيجي هنا والاهلي ينتشر انتشار جوارديولا ويعتمد على الهرم المقلوب 2-3-5. والحقيقة هو مش هرم مقلوب قوي، فاللعيبة كانوا بيغيروا مراكزهم مع بعض كل فترة. والحقيقة من اهم مميزات المباراة كمان هي نقطة التسديد. فاحنا شفنا النادي الاهلي النهاردة سدد اكتر من كرة على المرمى. فعندك مثلا محمد مجدي قفشة شاط، ومعلول شاط، وحسين الشحات شاط، ومحمد هاني شاط، وكمان إليو ديانج شاط كورة واللي كانت خطيرة بالمناسبة. فأتمنى ان هي تستمر في المباريات القادمة ويجي كمان منها جوان. وقبل الختام الحقيقة انا ما عنديش ثقة في اي لاعب في النادي الاهلي ان هو يجيب جون في الدقيقة 90 وان هو يشيل الفريق ويفوز، اللهم الا علي معلول. فالاهلي في الماتشات اللي فاتت كان شكله وحش وما فيش لاعب تقول ان هو دوت اللي هيجيب جون ويخلص الماتش. وفي الاخر الجون جه من ضربة جزاء في الماتش ده. وخلينا نشوف الاهلي هيودينا على فين في الماتش الجاي، واللي هو هيكون ماتش مهم قوي قدام بيراميدز. بس كده ختاما كان معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير في كل مكان، وتتابع حساباتي على السوشيال ميديا، هسيب لك اللينكات تحت في الوصف، وتقول لي ايه رأيك في تحليلي للمباراة تحت في الكومنتات. بس كده، سلام.